يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الأعمال ذكر الله وبعدها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم؟ حياكم الله، رجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة بعد ما جبنا الأكل. شباب من متابعيني قالوا لي حط الأكل على الصبة ذيك، ما عليه شي، كان أنا أنظفها جبت لها ماء مبردة نحط الأكل إلها نطلع. هنا وين تعودات لغة قبل طلع، شوفوا وين راح اللغة الصراحة الصيح. تع 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 تع. اللهم صل على محمد ورحمة. شوفوا اخوان شوي طاقة الجوع، قلت لكم انا اجي الحين مرة واحدة باليوم بس العصر. تع 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 تع. سلام. تشوفون اغلبيتنا راح اللغادي، استاذنا بيقوا والله الجنجال ما شاء الله. ما شاء الله على محمد وعلى محمد. شو الدوران بعد؟ سحبنا كهرباء البارحة لأن الجواز هنا فتحن. طبعا كهرباء شغلتنا هسه مرتبة. كهرباء سحبنا الحمد لله والشكر. نشوف الأفراق شنو. شوف من الجوع صاير فيه. ترى عادي اخوان، في شيء طبيعي. انا نطيح وجبة واحدة باليوم، هسه نجيب هنا اكل وجه نشوف وضحهم فما بيهن شيء. الحمد لله والشكر. تاج اليوم باكم تاج اللي شنو وضع كان. نروح نجيب على فناك ونجي. تعال نفتح هاي الخانة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعال شوفوا العليبية هاي غير مفاجأة اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. طلب يومك على كيفك ياهن شلون دخلت فوقه. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. كم واحد؟ 2 4 6 8 10 12 وأنا لا بجواها 14 بياضة. بس خلينا نفحصها انتظر. والله يا اخوان قدامكم فرخت ما ادري بيضة مفرخة ونطلع بناتها برا تبارك الرحمن ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. الحمد لله وشكر رب العالمين. فرخت العليبية شلون مفاجأة حلوة. كم بيضة بالله؟ هاي واحدة وهاي 2 لأن 14. شوفون لما فقصات ما ادري ايش بيهن. خلينا نفحصن هسه والبقية كلها فقصات. 12 وحدة خير من الله اخوان. انا قاعدة زوجي الأغلبية يقولون قاعد فردي يعني مثلا 11 9 15 13. خلينا نجرب نقعد 14 يلا نشوف رزقنا من الله بعد ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طلع 12 خير من الله. بس لازم نجي نسوي نطلع الصندوق. شوفين ما يقدر نصعدن لهم انتظرون. نطلع اكل. خلينا ناخذ البوكه الصينيه ونطيح هناك انتظروني. طلعنا معون الاكل وخلينا ننطي اكل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبلش بهاي. انتظر شوي. هو سمعوا انت القصيص مال الكتاكيت. بس انتظر شوي. انتظري. دبيت اكل فوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. انتظر اخوان. هذا بالقاع عادي، ترى عادي القاع نظيفه والمكان كله ترى هذا شيء طبيعي. ما في قال واحد ليش يدرهم بالقاع او هالسوالف. شيء طبيعي عادي تخليهن مثل ذني. فهن بس ذبنا اكل باي شيء حتى لو معون هن جبن وبحشن. فالشيء طبيعي ترى.
انتوا دجاج تعرفوا كل زين. دجاج اذا ذب له سطر اكل الله بدالك يجيبوا له حشبي يقلبه قلب واحد ما يقتنع. شنو القناعة اللي عنده ما ادري. خلينا نطيل العليبي. ما شاء الله هي اول تفريخه لها لازم نشيل الصندوق اخوان لان بيغار فاز نطلع الحين. لاني الفاز زاد انه ما فحصت هسه. وهذا البيض مكسر اسمه طلعه وخلينا نقلب هذا. قوم بعد شو قاعده هسه رجع هسه ما صورت لكم زين. بس روح لغة بس روح لغة عليك بس روح لغة هذه بس روح يا عيني يا حبي يا ام عليبه. وين هذا البيت راح؟ وين هذا؟ اسمح ما راح يطلع. نطلع البيض يا ابوي صار حرب طبعا. وهذا واحد تعال ما شاء الله. ذني خلينا نشوف طلعت اللي جاي. خلينا نشوف ذني كله تفطيس خير من الله اخوان. على هالجو الحار خير من الله تبارك الرحمن ما شاء الله. والله اخوان يعني فرحة ما تنوصف والله العظيم. هسه شنو؟ خلينا ننظف هذا العيش ورجع الحشيش الزايد كله. وين ترد مالها؟ رجع الحشيش داخل هاي على مود تعرفون ليش؟ على مود الدجاج هنا تبحش تدور اكل بناتها. وثاني شيء بسامير يعني تدرون الدجاج اذا عرف الشيء قوي يصير بسمار برجله او يقوم يوجع لنا رجله خوش. هسه الحشيش الزايد هو مال الصندوق بس شيله وانذبه جواها. سألوني الشباب شلون احافظ على الكتكوت من هو صغير اول ما يجي بين فقسه نستوهن. انت شنو طريقتك اذا تشتري كتاكيت من واحد لازم من واحد ثقه خوش. هذا الواحد لازم كتاكيته مو مريضه. هاي واحدة. اثنين تجي المكان مالتك مثلا عندك خانة راح تجيب بالخانة شوف الخانة شبيها نظيفة شو تسوي انت؟ تجيب معقم تعقمها مو نظيفة تجيب تنظفها بالسيرة على حسب الأصول. ورا ما تنظفها كامل تجيب معقم. أنا استخدم قاصر نوبات أرشها بالقاصر وأخليه لحد ما ينشف يلا استقبل وجبة جديدة. بس هاي الخانة جديدة خاف تقول لي ليش ما معقمة خانة جديدة هاي كلش ما بيها يعني بيها بس تراب وأنا أعرفها بيدي يعني لا بيها أمراض ولا هاي. فعفتها على طبيعتها وهسه طبيعية وخانة نظيفة ورزق يا الله. هسه لأن الأفراخ استقبلناها نستونا أجد دعمكم ما شاء الله قدنا فرخات. بعد ما جبنا كتاكيت مثل ما قلت لكم استقبلناهن. أني بالنسبة إلي لا أعطي لا مي ولا شكر لأن الأفراخ كلهم صارن الحمد لله وشكر فضل من الله. لا أعطي مي ولا شكر ولا أعطي لقاح بالمي خاف واحد يسألني عن شطي. فالأفضل أنتم إلكم إذا عندكم طريقة تعتنون بالكتاكيت مالتكم كل طريقته. أنا طريقتي بدون ما أعطي لا مي ولا شكر وحتى ما أعطي لقاح بالمي لا يمكن سيرة هاي والله شايفين شلون أمراض خاش. أنتم طريقتكم تجيبون لقاح جيب لقاح تريد تجيب مي وشكر اعطي مي وشكر. إذا عندك أنت اجتهاد من نفسك اعطي. هذا بالنسبة لي ما أنطي رجال ما فارغ السوالف. اعطي مي قبل مي قبل علف طبيعي. فأنا هاي استقبالي للكتاكيت شلون يصير عندي لأن هاي وجه هاي طريقتي للكتاكيت مثل ما قلت لكم. خانة نظيفة. إذا تجي تشتري كتاكيت من واحد لازم من واحد نظيف كتاكيته مو مريضة. تستقبلي كتاكيت يمك أنت تقطع مي تقطع علف فالشي طبيعي الحمد لله شكرا. أهم شي نظيف. هذا إذا كتاكيت نظيفات والله يصير بس إذا كتاكيت مريضة ما يصير. أنا أحكي لكم من الأخير أي كتكوت مريض ما يصير. هسه مثل ما تشوفون هاي الكتاكيت قدامكم ما شاء الله. أشوف هاي شنو هاي سالفتها خبرتني بسم الله ما شاء الله. شوف مبيضة الحلوة هلا بسم الله الرحمن الرحيم. تقدر ناكل هسه هن. خلينا نطيهن شوي نقنحن. وين نطيهن؟ حنطلع المعلف مالتهم إنه راح يقلبون العلف يمكن. تعال
هسه بعد ما انطيناها نكهة برا هنا شوية وشي طبيعي. وش تعال انت. شوف هذا شلون لونه هذا، شوفوا من يكبر شو يصير فيه. والله ما شو يصير فيه. ما 13. هاي شوف ذاك الجو. تعال 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 تعال. هسه ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا بس واحدة ما فرخة. بس هاي تفرخ. هسه هاي بيضة جديدة. وخلينا نحن نفحص. لأن فحصناهن البيضات. هاي واحدة من عندهن جنين كامل بس ما فقست ليش ما أدري، وهاي ماكو فازة والحمد لله والشكر. رجعت واقعين. تعال خلنا ننطي علف الذن الجوة. احنا بود ننتقل النشا دوخنا حيل طقن الجوع. يلا يعني بالعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله لا تعالجتن نعزلتن قبل ترى دير بالك. يلا يعني خل نروح ناخذ علف ونطلع لك الخانة. نط بعدين الفوق. نسيتها الله شاهد. نسيتها شوي. يلا بالعافية. بطنك بطن خلفه لازم انت 16 جديد. وبعد علف ونترس علف ما شاء الله. اللهم زيد وبارك. افتح لنا افتح لنا. شلون شنو ضحكوا وعدوا بعد الحمد القامس صايرة. نبلش الوعي الحمراء من فوق. مباشرة نتوقع عند مباشرة. هسه انا حاط علف ناعم بس الناعم يعني الخشن شوي عندنا على خشن الطيب. بعدين ناعم عندنا ذني شو يخلص معاه الحين. كل ما اجي طب المداهمة. تدرون انا اسوي هيك على مود ما يقع من البيبان. هنا صارت ملحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا شباب ذني شو ما شلون طمجان شوي وشه. شو لا نطلع علف. نطيح علف. دور رجعين داسي. تعال الدجاج برا بقى عندنا جوا ما يخالف قليلات. شو نسوي؟ نجي نطيح كل بقية. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب مجال خل نصورك شوية فدوا عيني. اي والله اشكرك. يلا بالعافية. ممكن خل نصور وياك شوي بس نصور على كيف شوي كل ما ناخذ حصة ان شاء الله. بالعافية بطن شو بطن خلصها. 1 2 4 6 خير الله. يلا عصفور باليد يقول ابو المثل عصفور باليد احسن من 1000 على الشجرة. الحمد لله والشكر. 6 4 5 10 تفرخ. تفرخ هسه خشني من نطي. هذا من الفوق. هل جيت عليه وشاي شلون ياكل وعلى حتى عندنا. هذا نطين علف خشن. هذا وقع واحد شوفوا وقع. هسه لازم يصير لكم يلا طوب. وهاي الخانة لازم نعطيها 100 علف خشن. هذا صبر نطلع الله يخليك. شلون ترجع عبيهن ذني. قلنا تمام. يلا روح بالعافية. بس بعد ما انطيناها نكد هاي الخانة اللي فوق انطيناها كد. شو راح نشوفها بعد ما انطيناها كد. الحمد لله شكرا. شنو صحت كان الحمد لله والشكر. ان شاء الله صحة جيدة ورزق من الله ما شاء الله. هاي المايه
شلون هذا ايش بيه؟ هذا ما ايش بيه، خلينا نشوف ايش بيه. حسبالي الاسود بيه شي، طلع على بالي قابس لازق ما ادري منين، مو من عنده الحمد لله. هذني ارادهم بعد تراب ذني وحشيش، لان ذني بس الخانة الوحيدة ما بيها. يلا هاي لازم الخانات هسه نبدل، شوك واحدة من اقصى ماي الطار مالتها وسخ، لازم كله ينغسل ويتنظف. انت اذا عندك نظافة وياك تقريبا نقول تحافظ على صحتك بتاكيد. اذا ما عندك نظافة وياك ما تحافظ على كتاكيد، حتى لقاحات وعلاجات. هي الدرجة الأولى، الشغلة الأولى بالدجاج النظافة. يعني تقريبا أنا وياي أنظف أول بأول. وخلينا نشوف هاي حلوة القاعدة. بشري. إنتاج اليوم شنو؟ ما شاء الله وحدة. ثانية خانات فارغة، كيف فارغات؟ أنت شنو وضعك؟ بعد كم يوم تفقسين؟ هاي احتمال أسوي لها خانة، احتمال، لأن عندي هناك هاي الصفرة وينها؟ هذيك يا بناتها ما مبين هسه منها. احتمال اذا اعيف بناتها قلت اذا كبار يصيرت احولهن للجاي، بس احتمال اعيفهن لان الجريدة انت تدرون سالفة الجريدة عدو مالتي، الله شاهد خبرني. احتمال اسوي لهم خانة اذا فقست ان شاء الله. نشوفها كانها ابيها شي، الحمد لله شكرا. انتاج اليوم هاي. عندنا بعد، يلا نطلع برا نصور لكم شوية. تعال 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 تعال. بسم الله ما شاء الله. عندي بس هاي السوداء وضحها مش بس اعزلها، ما اخليها، لازم اعزلها. يلا اخوان لهنا وراح ننهي الفيديو مال اليوم وياكم. يلا تأمروني بشي بعد؟ عندنا انتاج اليوم هذا العليبية فرخت الحمد لله والشكر. ضمن قدامكم الخانات كلها فرخت، والله يرزقنا بيهن ان شاء الله. ان شاء الله بعد فترة الديوك الزايدة هاي وعندنا ذور انا بيهن. مثلا عندي كان كل دجاجة تفرخ بيهن يطلع ديك معدها نذر. انا هاي طريقتي، مشيت على طريقة حبوبتي الله يرحمها. كانت هي متربى دجاج، اطلع من كل دجاجة ديك يطلع نذر. احنا من ننذر الوجه الله والسيد ابراهيم. هذا هنا سيد يمنا قريب، مزار كبير بيه، نزور احنا وننذر له. شو يطلع من هالتفريخ ننذر له ديك كل دجاج. بس الله يزيد ويبارك، خير من الله. نحسب لو كان واحدة خير من الله، سنة راح نشبع ديوك ان شاء الله. يلا عين في امان الله. تمرون بشي بعد؟ هذا اللي شوفوه النقال مال ديوك. ديك، هذا ديك، من ديوك عليبية، ديك احمر، هذا عليبي، هاي دجاجة صفرة. ماشي عندنا هاي دجاجة هرتية، هاي عليبية. هذا الكويتي، يقولون الكويتي ما عندي. هاي وحدة وهاي هذاك الديك وهاي الدجاج شوفوها. فروجات بعدنا ما عازلين اخوان، حاليا سوى بس يكبرن شوية نشوف عندي بيضن الزمن احاول هنا وديك ذاك الديك وهاي الدجاج. يلا اخوان في امان الله، راح يطول الفيديو عليكم.